Mélina Roberge and Isabelle Lagacé. Isabelle Lagacé. Isabelle Lagacé. Isabelle Lagacé. This was the largest importation of drugs on a cruise ship. It was only money focused. Made it out to be so easy. You're not gonna get caught. And I believed it, really. Embarking in a project that, I'm risking my life. It's more of a sad story than a legal case. You want me to introduce myself as the drug smuggler? احنا عايشين دلوقتي في عالم ناس كتير قوي فيه ممكن تعمل اي حاجة عشان يتشهروا ويكونوا انفلونسرز على السوشيال ميديا ويكونوا مؤثرين وعندهم متابعين ويجي لهم لايكس وتعليقات كتير ويبدأوا ان هم يعيشوا حياة غالية ورفاهية وينزلوا صور على الانستجرام ويعيشوا حياة تبان انها مثالية. ولكن قصتنا النهاردة قصة مجنونة شوية، لان اصحابنا اللي في القصة قرروا ان هم يدمروا حياتهم عشان بس ينزلوا صور على الانستجرام. قصة مليانة غباء وجنون في نفس الوقت، ولكن أوعدك إنها هتعجبك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة، أخباركم إيه؟ يا رب تكونوا تمام. أولا أنا حابب أشكركم جدا على الدعم على الفيديوهات اللي فاتت، وأتمنى إن شاء الله الدعم يستمر. وبس محتاج منكم في الأول لو حد عنده أفكار قصة معينة أو حاجة قصة حابب إن أنا أحكيها هنا في القناة، فأتمنى إن أنت تسيب لي تعليق في القصة دي، وبإذن الله هحضرها وأصورها وتنزل بإذن الله قريب. القصة بتاعتنا بتاعت النهاردة بدأت في 2015 لما كان واحدة اسمها ميلينا قاعدة في واحد من مطاعم مدينة مونتريال في كندا. كانت في المطعم وفي شخص جه عند الترابيزة بتاعتها اللي هي قاعدة عليها وتعرف عليها وبدأوا يتكلموا وعزمها على عشاء. الشخص ده كان غني جدا ولكن محدش يعرف هويته ايه. كان دايما بياخد ميلينا لمطاعم غاليه ورحلات فخمه وبدات تشوف الدنيا زي الاغنياء. ميلينا كانت موظفه مبيعات في واحده من محلات المجوهرات في مونتريال، ولكن كانت بتحب السوشيال ميديا جدا وعندها هوس بيها ونفسها تكون انفلونسر او مؤثره. في شهر 5 2016 الشخص اللي اتعرفت عليه في المطعم ده قال لها ان في رحله مدفوعه التكاليف ولكن هو مش فاضي ان هو يطلع الرحله دي، فلو هي عايزه ممكن هي تطلع الرحله دي وتتفسح وتستمتع، وطبعا كل حاجه في الرحله مدفوعه. والرحله كانت تحديدا لدوله المغرب. طبعا ميلينا وافقت واخدت منه 10,000 دولار مصاريف الرحله، وكانت مبسوطه جدا عشان هتقدر تنزل صور على السوشيال ميديا. وهي في المغرب الراجل ده كلمها وقال لها ان هو عايزها في شغل، وكل المطلوب منها انها هتطلع رحله بحريه فاخره على باخره مع اشخاص تانية، والغرض ان هو هيكون في شحنه كوكايين بتتسلم، ووجودهم على المركب دي هتكون بس بغرض التمويه، وان هي مش هتحتاج تعمل اي حاجه بس هتستمتع وتتفسح وتاخد فلوس، وهيكون معاها شويه كوكايين في الشنطه بس محدش هيفتحها. وقدر انه يقنعها لان هو قال لها ان المكان اللي هي هتوصل فيه الكوكايين ده هتكون الشرطه عارفه، فمحدش هيفتش الشنطه بتاعتها وهيسيبها تعدي. فببساطة هتطلع رحلة هتاخد فلوس كتير ومش هتعمل اي حاجة، وهتعمل الحاجة اللي هي بتحبها ان هي تنزل صور على انستجرام. طبعا كان عرض مغري جدا لميلينا لانها ببساطه هتعمل اللي هي عايزاه، وفعلا ميلينا وافقت. بعدها بيومين الراجل ده قال لها ان هو هيكون معاها بنت تانية. البنت دي اسمها إيزابيل لاجاس، وهتفضل دايما معاها عشان الموضوع يبان ان هم اصدقاء ومحدش يشك فيهم. ميلينا وإيزابيل سافروا من كندا لندن على تذكره على الدرجه الاولى في واحده من شركات الطيران، وكل واحده فيهم كان معاها 5,000 دولار كمصاريف شخصيه. وكان معاهم في الرحله شخص ثالث اسمه أندري هيكون موجود معاهم في نفس الباخرة، ولكن هم مش هيكون ليه علاقة بيه. يوم 9/7/2016 ركبوا الباخرة اللي هي كان اسمها سي برنسس، والرحلة تحديدا بدأت من مدينة في انجلترا اسمها دوفر. الرحلة كانت مدتها 7 أسابيع هيزوروا فيها 11 دولة، والرحلة كان سعرها للفرد الواحد 18,000 دولار. هيعدوا فيها على دول زي فرنسا، كولومبيا، بيرو، كندا، وآخر بلد هي أستراليا وتحديدا مدينة سيدني. الواحد والله نفسه يطلع رحلة زي دي، بس يعني 18,000 دولار كتير جدا. وطبعا خلال ال7 أسابيع الانستجرام بتاع ميلينا وإيزابيل كانوا بينزلوا عليه كمية صور بتبين هم قد ايه عايشين حياة ولا في الأحلام. كمية الكوكايين اللي كانت معاهم في الشنط كانت 95 كيلو كوكايين متقسمة على ال3 أشخاص. سعر ال 95 كيلو كوكايين دول كان 25 مليون دولار. في الفترة اللي نزلوا فيها صور كتير دي ما كانوش هم يعرفوا ان صورهم والأماكن اللي هم كانوا فيها كانت متراقبة، وكانوا هم متراقبين دونا عن ال 1800 راكب اللي كانوا موجودين في باقي الرحلة. ولكن ده شيء مريب جدا.
طب هم ليه تحديدا ال3 اشخاص دول هم اللي متراقبين؟ طبعا الموضوع يمكن مش واضح دلوقتي، ولكن هقول لك كمان شويه الشرطه عرفت ازاي، لان كل حاجه هتبقى واضحه بالنسبه لك. الرحله وصلت مدينه سيدني في استراليا يوم 28/8/2016، واحلى 7 أسابيع قضوها في حياتهم هتتحول الى كابوس في خلال دقائق. أول ما وصلوا الشرطة دخلت وكان معاهم كلاب مخصصة عشان تشم ريحة الكوكايين وتعرف مكانه، والكلاب لما دخلوا الأوضة بتاعت إيزابيل وميلينا وأندري بدأت الكلاب تحاول إنها تفتح الشنط، وهنا الشرطة عرفت إن في كوكايين جوه الشنط، وطبعا الشرطة قبضت عليهم فورا. ولكن هنا كان في شيء غريب، ان الشرطه سالتهم على الشخص الرابع، ولكن قالوا للشرطه ان هم ما يعرفوش، هم ال3 اشخاص دول بس اللي هم يعرفوا ان هم اللي هيعملوا الموضوع ده. المفروض ان الشخص الرابع ده يكون موجود على الباخره، ولكن لسبب ما نزل من المركب في مدينه اسمها نوفا سكوتيا في كندا، ولكن محدش كان يعرف ان هو معاهم ومحدش بلغهم ان في شخص رابع. تقريبا دلوقتي الدنيا بالنسبه لك بدات تظهر. الشرطه ساعتها قالت ان ال 95 كيلو كوكايين اللي هم تحفظوا عليهم هم اكبر كميه الشرطه تتحفظ عليها في تاريخ استراليا. بعد 3 أيام ميلينا وإيزابيل وأندري كان أول ميعاد ليهم في المحكمة، وفضلوا على ذمة التحقيقات لمدة 2 سنين، ولحد تقريبا لحظة نطق الحكم واللي هو كان في شهر 4/2018، واتحكم على كل واحد فيهم ب6 سنين ومفيش إمكانية الخروج قبل المدة، يعني هيقعدوا 6 سنين كاملة في السجن، وكل ده بس عشان هم كانوا عايزين ينزلوا صور على انستجرام. القضية اللي نطقت بالحكم كان اسمها كات ترايل، وقالت ان الدافع ما كانش بس فلوس، ده كمان إيزابيل وميلينا تم إغرائهم إن هم هيتصوروا في أماكن محدش يقدر يوصل لها غير الأغنياء، وإن وجودها في الأماكن دي هيزود عندهم المتابعين. معرفش ساعتها ميلينا كانت بتفكر إن وجودها في السجن برضه هيزود المتابعين، ولا ساعتها ما كانتش بتفكر أصلا. ولكن مين الشخص اللي كان ورا كل ده؟ كمان لما حاولوا إن هم يسألوهم في المحكمة مين الشخص ده، كلهم رفضوا يقولوا اسمه من الخوف. فمن الواضح ان كان في تهديد، او ان هو قال لهم ان لو حد اتكلم هيأذي حد من اهلهم. بس طبعا بقى هنا نرجع للسؤال الاهم، مين الشخص الرابع اللي نزل في كندا وليه ما كملتش الرحله؟ بعد سنين من الحادثه اكتشفوا ان كان في كمان 3 اشخاص تانيين بيهربوا كوكايين في نفس الوقت، وحد من ال3 دول كان اسمه ميشيل. ميشيل ده هو اللي نزل في مينا في كندا اللي هي في مدينه نوفا سكوتيا، واول ما نزل في المينا راح للشرطه وقال للشرطه ان هو سمع اشخاص بتتكلم في تهريب كوكايين، فيا جماعه حاولوا تراقبوهم، انا بس مجرد فاعل خير ومش عايز حد يتضر، وبعدها اختفى. طبعا ده خلى الشرطه تركز بس مع ميلينا وايزابيل واندري وما ياخدوش بالهم من الاشخاص التانية اللي موجودين في المركب. الشرطه اكتشفت بعدها ان ال3 اللي اتقبض عليهم كانوا مجرد طعم عشان بس يشغلوا الشرطه عن عمليه التهريب الحقيقيه اللي هي كانت بتحصل في نفس الوقت. على حسب مصدر من مصادر الشرطه كانت ساعتها العمليه دي 1000 كيلو كوكايين، وتضحى بالبنات دي واندري عشان حاجه اكبر بكتير. الغريب يا صديقي مش انها مجرد قصه حقيقيه 100%، لا على الاطلاق. الغريب ان انا وانا بدور على القصه وبشوف المصادر وعشان اقدر اكتب القصه، لقيت ان في ناس كتير جدا بتحصل عشرات القضايا بنفس الطريقه كل سنه، من ناس برضو انفلونسرز وناس مشاهير على السوشيال ميديا وناس بتحاول تكون مشهوره على السوشيال ميديا وبتعمل نفس عمليات التهريب دي وبتاخد فلوس، وبالتالي بتخش اماكن ما تقدرش انها تخشها قبل كده لانها ما كانش معاها فلوس. فمن الواضح ان السوشيال ميديا جننت الناس وممكن تخلي اي حد يعمل اي حاجه لمجرد ان هو بيجري ولا لايكس او كومنتس او يعني موضوع صراحه يعني ربنا يعافينا. ولكن انا بقول لك اعمل لايك على الفيديو عشان ما اعملش زيهم. فما تنساش تعمل لايك على الفيديو، عايزين نوصل الفيديو ده مثلا ل 1000 لايك، واكتب لي افكار قصص معينه حابب ان انا اتكلم عنيها، وما تنساش تعمل اشتراك في القناه، واشوفكم القصه الجايه. السلام عليكم.